بتشوفي بقى كل التماثيل بتاعت الملوك والملكات والآلهة، وتدخلي بقى على القاعات ال 12 اللي فيها آثار من عصر ما قبل التاريخ حتى العصر الروماني. طبعا أجمل حاجة موجودة في القاعات دي كلها هي القاعة اللي بتضم آثار الملكة حتحورس أم الملك خوفو، ودي أول مقبرة ملكية بيتم كشفها في مصر، ولم تأخذ حقها من الدعاية، لأن سنة 25 لما كشفت هذه المقبرة كان هوارد كارتر بيفتح تابوت الملك توت عنخ آمون، فكل الصحفيين كانوا موجودين في الأقصر في الوقت ده. بعد كده طبعا اللي فيه توت عنخ آمون معروض في جاليريز 750 7500 متر مكعب، ودي حاجة ضخمة جدا. يعني دي أكبر من المتحف المتروبوليتان، لأن المتحف المصري الكبير ده 130 ألف متر مكعب، أكبر من متحف اللوفر. فبالتالي توت عنخ آمون بس 750 7500 متر مكعب، وده حاجة ضخمة جدا. بتعرض حوالي 5000 قطعة أثرية. القطعة كل قطعة يعني لو انت زرتي آثار توت عنخ آمون في المتحف المصري للتحرير كانت ضلمة المتحف، انت دلوقتي بتشوفي قطع هذه الآثار في حاجة روعة. أحدث طريقة عرض في الدنيا، عندك قطع هتقلب العالم.